السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هقول لك فيه ازاي تجيب 60 من 60 في الفيزياء بما اننا في المراجعة النهائية. حتى لو انت ما كنتش بدأت مذاكرة فيزياء لحد دلوقتي، حتى لو ما كنتش بدأت مذاكرة، بس خليك معايا لحد اخر الفيديو. اللي لسه ما بدأتش مذاكرة احنا هنتكلم في العموم الاول. ولو انت عاوز تعرف ازاي تقدر تجيب 60 من 60 حتى لو انت ما بدأتش، استنى لحد اخر الفيديو. طبعا اتفرج على الفيديو كامل يعني عشان هنديك طرق يعني ان شاء الله. طيب مش عاوز اطول عليكم، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الفيزياء بتتفهم مش بتتحفظ، ودي كده اول نقطه معانا. افهم قبل ما تحفظ، افهم قبل ما تحفظ. مشكلتنا ان احنا وطلبه كتير بتقعد تسالني يا مستر، قوانين كتير قوي انا ما بعرفش احفظ قوانين، مستر انا بنسى القوانين، مستر هو ورقه المفاهيم هيكون فيها قوانين عشان مش حافظها. حبيبي بص، اول ما طالب بيقول لي احفظ قوانين او يكلمني عن حفظ القوانين بعرف ان هو حمار او هو بيستهبل. حاجه من الاثنين. ليه؟ لان الفيزياء عمرها ما كان قوانينها بتتحفظ. الفيزياء بتتفهم، القوانين بتتفهم وبتطبق. القوانين بتتفهم وتتطبق، ويفهم كده اكتر الطالب اللي علم رياضه. طالب الرياضه بيبقى فاهم الموضوع ده شويه، ان هو لما بيجي حتى يراجع على جزئيه مش بيقعد يسمع شرح كتير، ده بيخش يحل عليها. يعني انا عاوز اراجع على جزئيه بقعد احل عليها، ولما اغلط اقول صح، ده كان السؤال القانون دوت كان فيه تريكات كذا. اصل المساله دي كانت بتتحل بكذا. بس فالقوانين او الفيزياء بتتفهم وتتطبق. انا سمعت شرح خلاص فهمت القانون ده بيشتغل ازاي والقانون ده بيشتغل ازاي والتركيبه بتاع كل قانون، ابتدي اخش اطبق على طول على الكلام دوت. فانا في المراجعه كل اللي محتاجه ان انا اسمع او اقرا الاول سريعا من المصدر اللي انا كنت بذاكر منه في اول السنه القوانين والجزئيات بتاعه الشرح. اللي تذكرته بسهوله تذكرته، اللي نسيته ونسيت القانون بتاعه كان بيشتغل ازاي ممكن افتح فيديو شرح اتفرج على الشرح بتاعه تاني وافهم تاني. طب لو انا ما اعرفش اصلا او ما سمعتوش قبل كده، لا عادي، في مدرسين بيشرحوا شرح وافي، واحنا ان شاء الله بنشرح في المراجعات شرح وافي. تقدر تفتح فيديو المراجعه هتلاقيه مثلا ايا يكن وقته قد ايه، تسمع الفيديو شرح وافي من الاول خالص، جايب لك اهم حاجه، اهم الجزئيات باهم القوانين باهم كل حاجه. طب يا مستر هو انا كده هتساوي بالله قاعد يسمع مثلا الفصل الاول في 7 محاضرات وانا جيت خدته في محاضره واحده؟ حبيب قلبي بطل النظره السطحيه دي وبطل الحسبه ديت، الرزق ما بيتحسبش. والله انا شخصيا ما اقدرش احسبه لك، يعني ما ينفعش تقعد تحسب الرزق لنفسك. انا نفسي ما اعرفش، ولكن لا اقدر اقوله لك ان انا بقول لك كل حاجه. يعني انا في الفيديو الثلاث اربع ساعات ده بقول لك كل حاجه انا قلتها في ال7 محاضرات، بقولها، بقول كل حاجه. انت اصلا لو جمعت المده بتاعت ال7 محاضرات على بعضيها هتلاقي ايه؟ هتلاقي مده اصلا قريبه من وقت فيديو مراجعه لو جبناها كشرح صافي. يعني الفيديوهات ال7 محاضرات لو مسكناهم كشرح صافي هتلاقيها قريبه من وقت المراجعه اصلا. طب يا مستر مش تقيل ان انا اخد ده كل مره واحده لو انا ما بداتش؟ لا حبيبي عادي، في ناس بتقدر عادي تسمع الكلام ده وتستوعبه وتفهمه وتعرف تحل عليه. تمام. فاول نقطه مهمه جدا في ان انت تقفل فيزياء، وخلي بالك الكلام ده مش بقوله كده وخلاص. الحمد لله رب العالمين احنا اصلا يعني بندرس فيزياء على مدار ما كنا في ثانويه عامه، ودلوقتي انا طالب جامعي وبقالي 3 سنين بدرس فيزياء. والسنه دي واخد بتاع حوالي 10 مواد فيزياء في السنه دي بس، غير السنين اللي فاتت خدت فيها بتاع 8 مواد، يعني واخد بتاع حوالي 18 فرع فيزياء. فما بعملش حاجه غير ان انا عايش على الفيزياء، بحل وبذاكر وبمتحن مليون امتحان فيزياء في حياتي، فانا عارف اللي انا بقوله ده كويس. الفيزياء بتتفهم ما بتتحفظش، مفيش حاجه اسمها احفظ قانون. القانون بيثبت من كتر التطبيق. انا فهمته هيثبت في دماغي، بس لما اطبق عليه اكتر هيثبت في دماغي اكتر واكتر، فمستحيل انساه. لذلك عمرك ما تلاقي الطالب اللي كان بيحل الواجب اول باول او بيحل اسئله على الدرس اول باول عمره ما تلاقيه بيقول لك يا مستر انا مش حافظ القوانين. اللي بيقول كده دايما الطالب اللي ما بيحلش اسئله، اللي بيسمع شرح بس. وبالتالي انت مستحيل تنجح في الفيزياء لو انت بتعمل زي اخينا اللي بيسمع شرح بس دوت يعني. طيب دي كانت النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الحل هو السر، الحل هو السر. الفيزياء بيتحل فيها كتير، لازم تحل كتير، مش زي المواد النظري والحفظ. يعني العربي مثلا لما اجي اراجع المواد الحفظ ممكن تقعد تسمع فيها ملخصات شرح كتير، النحو والكلام دوت. الاحياء عادي، صح جدا في الاحياء ان انت تسمع شرح تاني تفصيلي، بيفرق معاك جدا لان انت الاحياء ماده نظريه فبناء على فهمك على طول هتعرف تحل. انما الفيزياء لا، الفيزياء محتاجه حل، الفيزياء اصلا الحل فيها عالم تاني غير الفهم. يعني انت مجرد انت فهمت الدرس ماشي، دي حاجه كويسه وكل حاجه، بس الحل عالم تاني خالص، عالم تاني خالص. لذلك اصلا لما باجي في المراجعه بقول للطلبه اتفرج على فيديو الشرح واتفرج على فيديو الحل، انت هتستفاد جدا. الحل فيه افكار كتير جدا جدا وتربيط بقى وكده، ولازم تتعلم ازاي تفكر بتفكير المدرس بتاعك ان انت تربط ما بين الجزئيات وبعضيها. فالحل هو الاساس، والحل هو اللي هيطور مستواك جدا. حتى لو انت ما كنتش بدات، من كتر الحل هيظبط لك حاجات كتير جدا، وهيعرف يخليك تفهم المعلومه بعمق جدا. فالحل مهم جدا. تمام.
تمام. طب وبما اننا بنتكلم عن الحل، فنيجي للنقطه رقم 3 اللي هتخليك باذن الله تجيب 60 من 60 في الفيزياء، هو التدريج في الحل. ان انت ما ينفعش لما تيجي تحل تبتدي على طول تخش تصدم نفسك باسئله صعبه وخزعبليه مستحيل تعرف تحلها. ده غلط. امال الصح ايه؟ الصح ان انت تبدا بالتدريج. يعني مثلا زي الكتب الخارجيه، خلينا نتكلم على كتاب الامتحان، ودي حاجه بتعجبني فيه. إن كتاب الامتحان بيعمل ايه؟ بيحط لك اسئله على كل فصل لوحده، وبعد كده بيحط لك امتحانات شامله. الاسئله اللي على كل فصل دي بتكون مش صعبه قوي، وبتكون متدرجه الصعوبه. يعني اسئله بتحس انها مباشره قوي، اسئله بتحس انها متوسطه. ليه؟ هو بيقيس مدى فهمك للمعلومه. بيقيس الاول الاسئله المباشره دي، بيشوف انت معاك المعلومه اصلا ولا لا. طب بعد ما يعرف ان معاك المعلومه، يبتدي يسالك سؤال متوسط، يشوف هل انت بتعرف تستخرج المعلومه دي او تقدر تستخدمها صح ولا لا. بعد كده بيبتدي بقى يديك اسئله صعبه، يشوف هل انت بتقدر عندك مرونه في المعلومه وتقدر تربط ما بينها وما بين معلومات تانية ولا لا. ده في الاسئله اللي بتبقى على كل فصل. بعد كده تخش في الامتحانات الشامله، وده بقى التوب بقى. ده المستوى اللي هو بيشوف بقى انت بتعرف تربط المنهج كله ببعض ولا لا. فيبتدي يديك مستويات اعلى. فالتدريج في الحل مهم جدا. ما ينفعش تخش على طول تحل ليفل الوحش لو انت ما كنتش مستواك حلو. لكن على النقيض تماما، لو انت كان مستواك حلو وبتحل اسئله كتير من اول السنه كويسه، فابدا على طول في الحاجات الصعبه. لان انت لو بدات في السهل هتحس ان انت ايه ده، ما بستفادش حاجه، بضيع وقت على الفاضي. تمام. تمام. فالتدريج في الحل مهم جدا في الفيزياء بالذات. ان انت الاول تبتدي تحل اسئله منفصله على كل جزئيه، وتكون اسئله بسيطه، وواحده واحده تبتدي تربط، يعني تبتدي تحل اسئله بتربط الجزئيات ببعضيها. ده هيزود تطور فهمك للمنهج قوي قوي قوي. تمام. تمام. نيجي للنقطه رقم 4. طب الفيزياء يا مستر، خلاص احنا قلنا ان انا خلاص انا بفهم، ما بحفظش، بفهم القوانين وبطبق عليها، والحل هو الاساس. ان انا هحل كتير، بس لما اجي احل اعمل تدريج في الحل، ابتدي بالسهل للصعب. طيب، مهم جدا موضوع ملخص القوانين. ان انا سمعت فيديو شرح، مش لازم كل شويه بقى اقعد ابص في الكتاب ادور على القانون والكلام دوت. لا، انا سمعت فيديو شرح وعرفت الملخص بتاع القوانين بتاع الفصل دوت. يعني عرفت القوانين اللي موجوده في الفصل ده كامل، خلاص كل القوانين. ابتدي اجيب ورقه سريعه كده، وانا واخد سكرين شوتات ورا المدرس بتاعي، واعمل ملخص للقوانين ده في ورقه في ورقه. مش هاخد منك 15 دقائق، وانت بعد ما خلصت الفيديو بتاع المراجعه 15 دقائق بالكتير. لو انت بتلون وبتعمل تاخد منك نص ساعه بالكتير. نص ساعه تبقى عامل ورقه قوانين للفصل كامل، وعارف كل قانون بتاع ايه. مخك هيبقى قادر يربط. لان انا لسه شايف دلوقتي المستر هو بيستنتج القانون، وعارف القانون ده بتاع ايه وجاي من ايه وبيستخدمه ازاي وامتى وبنفكه لايه. فلما يكون موجود قدامي في ورقه، على طول بقدر اربط باللي انا لسه شايفه. احط الورقه دي قدامي واقعد احل، وانقل من القوانين عادي، بص فيها عادي، واقعد احل واحده واحده. مع الوقت هتلاقي نفسك مش بتحتاج تبص للورقه. طب الورقه دي إيه لازمتها؟ ان انت كل يوم لو بصيت فيها 10 دقائق كده، لو انت طالب بالذات ما بداتش من الاول ويعني بيكون القوانين كتير عليك، غير اللي كان بادئ واحده واحده، اسبوع اسبوع بياخد قوانين جديده، فالموضوع بيكون اسهل بالنسبه له. فلازم الورقه دي تكون معاك كل يوم، تبص فيها 15 دقائق كده، تبتدي تفتكر القوانين. القانون ده بتاع ايه، حاول تبص له بس تفتكر اللي هو القانون ده كان بتاع ايه، وده بتاع ايه، وده بتاع ايه، وده بتاع ايه. واللي تنسى هو كان بتاع ايه، تفتح تاني تبص عليه في الشرح كده، تلاقي نفسك افتكرت القانون ده كنا بنعمل بيه ايه، او كنا بنفك منه من ايه لايه يعني. فمهم جدا ان انت يبقى معاك ورقه قوانين لكل فصل كده، ورقه انت اللي ملخصها وكاتبها بايدك لكل فصل. هتفكرك دايما القانون ده كان بتاع ايه وبيستخدم في ايه، ويخليه دايما عندك يعني مزروع في دماغك، بحيث ان انت لما يجي فكره عليه تقدر باذن الله ان انت تحلها بسهوله. دي حاجه مهمه جدا، خلي بالك. يعني الحاجات اللي بقولها دي ممكن تبان ان هي بسيطه وسهله قوي، يعني حاجات سهله قوي، بس صدقني قليل قوي اللي بيعملها. ناس كتير بتكسل تعملها، وفعلا بتفرق في مستواك. ان انت ممكن فعلا تقفل الفيزياء بسبب الحاجات دي، طبعا بعد فضل وتوفيق ربنا. نيجي بقى في اخر الفيديو لاخينا اللي ما بداش، اللي بيقول لي حتى لو ما بداتش هقدر اجيب 60 من 60 في الفيزياء لو بدات دلوقتي. انا بقول لك طيب، وقبل ما اقول لك ليه وازاي، تعالى بس نتكلم مع بعض شويه كده، نتناقش شويه. زمان في النظام القديم، يعني مش عارف منكم حد كان ليه اخوات في النظام القديم ولا لا، اللي هو من قبل بقى نظام التابلت والحاجات ديت والام سي كيو والاسئله الاختياري والكلام دوت، ايام زمان بقى. انا كان عندي اخويا في النظام القديم دوت. النظام القديم ده كان فيه ميزه او حاجه كده كانت مشهوره قوي وكلنا عارفينها. ان دايما مثلا كنت تلاقي واحد يقول لك احكي لك قصتي، بدات مذاكره في شهر 4 وجبت 90% ولا 99%. احكي لك قصتي بادئ قبل الامتحان بشهرين ولا بثلاث شهور، ولا بدات في فتره المراجعات وجبت مش عارف 100%، مش عارف جبت 98%. حققت حلمي ودخلت الطب وانا بادئ قبل الامتحانات مش عارف بقد ايه. هو الكلام ده كان هاكس ولا الكلام ده كان بجد؟ احب اقول لك ان للاسف الكلام ده كان بجد، وفعلا مش هاكس ولا فتي ولا اي حاجه، الكلام ده كان حقيقي. طب ازاي يا اسطى الناس دي خارقين؟ لا مش خارقين. كان كل الموضوع ما فيه ان الامتحان بتاع اخر السنه مهروس. كان مهروس معروف، المدرسين كانوا بيتوقعوا، بيقول لك سؤال كذا يجي بكره، كان بيجي بكره في الامتحان عادي في ليله الامتحان. لدرجه ان في طلبه كانوا بيبقوا اصلا ما يعرفوش حاجه، بليالي الامتحان بس كانوا بيحصلوا درجات كتير. فبالك بواحد بادئ قبل الامتحانات بثلاث شهور، يا دوبك هيسمع شرح، هيتوقع الاسئله،
يجيب كتاب يحله يلاقي نفسه دخل قفل الفيزياء مثلا، هو لسه بادئ قبلها بشهرين ولا ب3 شهور، ويخش يقفل. بيخش يقفل. ليه؟ لان النظام خلاص كان مهروس ومعروف الامتحانات بتاعته. طب تعالى كده نرجع لنا احنا دلوقتي كده. احنا دلوقتي هل احنا نظام جديد؟ لا حبيب قلبي، انت كونك دفعه 2025 ما يقولش ان انت نظام جديد خالص، انت نظام قديم. ليه يا مستر؟ اصل انت 5 سنه، انت 5 سنه في النظام. انت حرفيا قبليك 21 و22 و23 و24، قبليك 4 سنين بامتحاناتهم التجريبيه، بالدور الاول بالدور الثاني، بالنموذجين الاسترشاديين، حوالي 13 امتحان شامل في الفيزياء وفي كل ماده. بس خلينا احنا دلوقتي بنتكلم على الفيزياء، عندك 13 امتحان الوزاره هي اللي حطاهم، 13 امتحان كلهم حرفيا بنفس الشكل ونفس النموذج، وان بيسال على نفس الجزئيات في ال 13 امتحان كلهم. وانا مدرس وبقول لك انا متاكد من كلامي ده، بيسال على نفس الجزئيه في كل امتحان باختلاف شكل السؤال، كل امتحان. فانت حط يعني انت لو ما تعرفش حاجه ومجرد بس جيت في مراجعه سمعت شرح تفصيلي لكل فصل وحليت عليه وحليت ال 18 امتحان، انا اضمن لك تعدي 55. انا اضمن لك تعدي 55 في الامتحان. بالك بقى لو انت زودت اللي انا هقول لك عليه ده دلوقتي، ان انت تسمع شرح تفصيلي، تلاقي مدرس يكون بيشرح شرح وافي وبيحل معاك كويس. ولو انت بتدور على مدرس ومش لاقي مدرس حاليا، فاحنا نحب نقول لك ان احنا الحمد لله رب العالمين تم اطلاق المنصه بتاعتنا. ولو انت عاوز تجرب المنصه بتاعتنا، فاحنا عاملين اسبوع مجانا في المراجعه النهائيه، تقدر تخش تعمل اكونت وتجرب الاسبوع كامل وتقول لنا رايك فيه، وان شاء الله الشرح يكون كويس بالنسبه لك. ولو عاوز تشترك ممكن تكمل معانا. الحمد لله رب العالمين بنقدم شرح وافي وشافي وكافي، يخليك حرفيا ما تقدرش يعني مش محتاج تفتح الكتاب تبص ولا تذاكر تاني، وفي وقت قياسي. يعني مش بنضيع وقتك على الفاضي بقى فيديو راغي 5 ساعات، ولا بنعلي على بعضينا، عشان للاسف في بعض المدرسين بيعلوا على بعض بقى 5 و6 ساعات. لا، هتلاقي فيديو ساعتين 3 لمم لك الدنيا، ولا كروته ولا اي حاجه، لمم لك الدنيا في كل الافكار في كل حاجه باذن الله، من شرح وافكار اسئله وتريكات في القوانين وتهكير. ودي حاجه يعرفها الطلبه اللي كانوا معانا من الاول، ان احنا بفضل الله الجزئيات اللي بتبقى صعبه زي الدينامو وزي اسئله الفولتميتر وزي كيرشوف بنخليها لك حرفيا بتحل في ثانيتين 3 كده، على 3 خطوات مثلا، تعمل خطوه 2 3 تلاقي السؤال اتحل معاك بفضل الله. والطلبه اللي معانا عارفين كده، وان شاء الله انت لو جربته تعرفوا كده، فمالكش حجه. لو انت مع مدرس بيشرح شرح وافي في المراجعه وكويس، خلاص كمل معاه وراجع معاه واعمل زي ما انا بقول لك. مش مع مدرس، ممكن تيجي تتشرف وتجرب الكورس بتاعنا بتاع المراجعه، وان شاء الله هتشوف حاجه كده عظمه العظمه يعني. المهم ان انت بعد ما بتخلص المراجعه بتاعتك يا معلم، سمعت الشرح، لو انا بتكلم على واحد دلوقتي ما بداش من الاول خالص، تبتدي على طول تحل المعلومه وهي طازه، تاخدها تحل على طول، ما تستناش يوم ولا يومين لسه مخلص الشرح دلوقتي ومذاكره اروح احل على طول، اروح اطبق، احل من اسئله مهمه. طب احل كام كتاب يا مستر؟ هو كتاب واحد كفايه، ما تشتتش نفسك، كتاب واحد بس تحله، ايا يكن بقى، كتاب مراجعه كويس او كتاب مدرسك ايا يكن. احنا عن نفسنا بنحل كتاب الامتحان وجنبيه المذاكره بتاعتنا، بنجمع اسئله، ما بتكونش ضغطه قوي عليك. لو حليت الاثنين انا اوعدك ان انت لامم اهم الاسئله اللي في كتب السوق كلها. بعد ما بتحل يا مستر، خلاص ان شاء الله في المراجعات تبتدي تحل امتحانات شامله كتير. حاول على الاقل تحل لك 20 25 امتحان، صدقني هتلاقي نفسك دخلت اخر السنه والله هتلاقي نفسك تجيب 60 من 60 مستريح، وهتدعي لي باذن الله. ان شاء الله ابدا ذاكر بالطرق اللي احنا قلنا لك عليها ديت، وان شاء الله ربنا يرزقك وتجيب ال 60 من 60 في الفيزياء. مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده، استنوني ان شاء الله في فيديوهات جايه حاببكم فيها في الفيزياء اكتر واكتر، وننزل لكم برضو ملخصات قوانين وملخصات فصول ان شاء الله. ولو عندكم اي سؤال تاني عن اي ماده تانيه، بما اننا يعني الحمد لله عندنا خبره في كل المواد، فممكن تكتبوا لنا تحت في الكومنتات. تمام. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.